توجد فرصة أغلب الناس يفوتونها. هذه الفرصة لا تسقط عنك ذنبا واحدا فقط، ولا ذنبين، ولا 1000 ولا 2000. هذه الفرصة تسقط عنك مليون سيئة، وبظرف 15 ثانية فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. طبعا 1000 يعني مليون، تأخذ 3 ملايين في ثوان معدودة. قد يقول قائل: لماذا رتب الله كل هذا الثواب على دعاء السوق خصوصا؟ الجواب: لأن السوق مكان البيع والشراء، ويلتهي الإنسان فيه بالدنيا تماما، فقليل من يذكر الله فيه، بعكس المسجد أو المنزل مثلا. ولهذا الذي يذكر الله في هذه اللحظة يكون من المميزين، والمميز له ثواب مميز. ألا ترى أننا كثيرا ما ندخل السوق وقليلا ما نقول هذا الدعاء؟ ولهذا فأنا أقترح أن يتواصل الناس مع أصحاب الأسواق والمحال التجارية لكي يضعوا دعاء السوق على المدخل لكي يتذكره الناس، وكل من قرأه وأخذ هذا الثواب على قراءته، فمن سعى لتعليق الحديث له مثل أجر الذي قرأه، ومن قرأه فتكفر ذنوبه فسيتكفر عنك من الذنوب مثل الذي تكفر عنه، لأنك دللت على الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور الذي كلكم يحفظه: الدال على الخير كفاعله.